في معنا ابو عبد الله الادلبي. ابو عبد الله السلام عليكم. ابو عبد الله. الو، السلام عليكم. يعطيك العافيه حبيبي، السلام شلونك؟ عليكم. أس... ابو عبد الله. نعم اخي، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسد يهدد بمزيد من المجازر مستقويا بايران، ما هو تعليقك؟ نعم اخي، نبدا اولا. الرحمه على شهدائنا والشفاء امين يا رب. لجرحانا والحريه لمعتقلينا. النظام السوري يهدد الشعب السوري بمجزره كل يوم. لم نع... لم لن لن يدعم اخوتنا السوريين في الخارج الا السوريين. جيشنا الحر نحن يجب دعمه. نعم، يجب دعم الجيش الحر. لقد مللنا من مخاطبة العرب، لقد مللنا من مخاطبة الغرب، لقد مللنا من مخاطبتهم. نحن الآن نخاطب السوريين في الخارج، نخاطبهم أن يدعموا الجيش السوري الحر. فكل يوم هناك مجازر، فكل يوم، وهي لا تظهر على الإعلام، لأن الإعلام هناك بشكل هناك ضغط على الإعلام، وهناك ضغط على جميع الإعلاميين. والآن الإنترنت مقطوع في مدينة حلب بسبب دخول عدة ألوية إلى حلب. النظام دائما يحاول كسر شوكة الجيش الحر، ولكن الجيش الحر له بالمرصاد. النظام الماسوني المجرم يقتل الأطفال والنساء ويقتل جميع الناس ولم ينظر إلينا. إلى متى؟ إلى متى؟ نحن نقول للعرب لا تأتوا فقط ادعمونا بالمال، ادعمونا بذرة من ابو عبد الله. وكأن فيلم أكشن نص على التلفاز. النظام السوري باقي في المسير بسبب الفيديو الأخضر الروس الصيني المدبر من الغرب. فجميع الغرب من أمريكا وفرنسا وألمانيا وجميع الدول الغربية هي مخططة هذا الفيديو، لأنها تعلم أن سوريا إذا تحررت سوف تكسر ابو عبد الله، ابو عبد الله، الصوت عندك بلش يقطع، فبدي اسالك سؤال اخير. هل ترى انه بشار الاسد ونظامه انتقلوا من مرحله قمع الثوره الى مرحله التلذذ بالقتل ليس الا؟ أخي، النظام إنه يعلم أنه سوف يسقط، يعلم تماما أنه سوف يسقط، ولكن هو يريد قتل أكبر عدد من الناس ليشهر اسمه بقائمة المجرمين. هو يعلم تماما أنه سوف يسقط، ولكن يحاول أن يقتل ما يقدر أن يقتل من الناس، ويحاول قتل جميع ويستهدف الطائفيين. ولكن سوف نقول الحق، انه يستهدفهم ويقتلهم ويشردمهم بكل الاماكن. النظام السوري سوف يسقط قريبا، وانا اقول لها من هنا واوجه رساله الى بشار الاسد، اقول له الموت يحوم حولك يا بشار، استعد للموت، الموت يحوم حولك. شكرا لك اخي ابو عبد الله الادلبي، كنت معنا من ادلب، حدثتنا ووجهت رساله الى العالم جميعا. نتمنى ان يصل صوتك ان شاء الله للعالم كله باذن الله.